عارف، مش كل اللي حواليك بيحبك، ولا كل كلمة حلوة انت بتسمعها هدفها تسعدك. في ناس بتحاول تبين لك انها جنبك، لكن هم في الحقيقة هم التوكسيك. وهو مش دايما بيبان. في ناس بتحط لك السم في العسل، بتبين لك انها جنبك وانها عشانك وانها ليك، وهم في الحقيقة. فاختار مين يخش في حياتك. ابعد عن اي شخص بيستهلكك، لانك تستحق تكون بخير، مش نص بخير، مش متعايش. انت تستحق بجد تعيش حياة كويسة. وعشان تقدر تبعد عن الناس التوكسيك دي، اهم حاجة تعترف بتأثيرهم عليك. بعدها حط حدود واضحة مع الناس دي مهما كانوا قريبين. ما تحسش بالذنب انك قررت تبعد عنهم. وعشان انت اهم، مش لازم تبعد مرة واحدة. لو الموضوع صعب عليك، ابدأ بالتدريج، واحدة واحدة. اهم حاجة ان انت تكون في طريقك ان انت تبطل تتواصل معاهم. ولازم يكون حواليك ناس بتدعمك ايجابي، علشان الدعم ده هو اللي هيقويك ويعوضك عن اي خسارة. ما ينفعش تسيب المكان فاضي، فساعتها هتندم ان هم مشيوا. لازم تحط مكانهم حد تاني. العبها مع ابراهيم بكر لو عايز تبقى كسبان. ما هو يا تهاجم لوجودك، يا تدافع عن خوفك. فقول لي عايز نلعب ايه في اللي جاي، وبكده هتبقى